السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. يلا بينا كده نعمل اكله حلوه جدا واقتصاديه ومشبعه جدا جدا. ومن نص صدر فرخه بس هنعمل اكله تحفه تحفه بجد ومشبعه زي ما قلت لكم، وكمان مش هتاخد معانا اي وقت. يلا بينا كده نعملها مع رز مع مكرونه، يعني زي ما تحبوا زي ما تعوز. هنعمل مع بعض الكوردون بلو، طعمها حلو جدا. بصوا كمان الجبنه سايحه ازاي، بجد حاجة طعمها حلو جدا. دي الجبنة اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده، كنت عاملاها معاكم في القناة. حاجة كده طعمها حلو حلو حلو، جبنة سايحة وتتاكل كده وهي سخنة، الله على جمالها. بصوا الكمية كمان ما شاء الله، حاجة كده أكلة سريعة وطعمها حلو جدا، ما بتاخدش وقت، يعني بجد ما يتشبعش منها. بصوا صدر بس فرخ، ممكن ناخد نصه. انا بقى حبيت اعمل كمية واحتفظ بيها في الفريزر عشان تبقى سهلة معايا لما احب ان انا اطلع وما عنديش وقت. بصوا انا هنا بقى مغسله الصدر بتاعي ونقعاه كويس جدا. يعني انا جبت فرخه، خدت نصها عملتها كده، والنص التاني طبعا اعمله بقى في صينيه استفاد بيه زي ما تحبوا. يعني هنا انا بشيل كل العظم اللي بيبقى في الفرخه، اي عظم بيبقى في الفرخه انا بشيله طبعا عشان تبقى الفراخ بتاعتي سهله معايا. على فكره ممكن نعملها بانيه، يعني انت لو عندك بانيه مخلي ويبقى القطع بتاعه رفيعه مفيش مشكله ممكن تعملي بيها، بس انا بحب ان انا افرمها، اقطعها كده صغيره وافرمها عشان تبقى سهله معايا واكون متاكده 100% انها مستويه. بس زي ما قلت لكم ينفع نعملها كده او ينفع نعملها كده. انا هنا بنضفها وبشيل العظم اللي فيها وبحاول اقطعها قطع صغيرة علشان الكبة عندي ما تستحملش ان انا احطها كده، يعني قطع كبيرة. طبعا لو الكبة بتاعتكم يعني كويسة او بتفرم جامد مفيش مشكلة ان انتوا لازم تقطعوها صغير، بس انا كده كمان لقيتها انها تخينة جدا على الكبة بتاعتي، عشان طبعا كلكم حبايبي متابعيني عارفين ان الكبة بتاعتي عيانة شوية يعني. فطلعت كل ده تاني وقطعتها صغير تاني علشان الكبة بتاعتي تفرمها. كتر خيرها ما شاء الله، الكبه دي بقى لها عمر، يعني بقى لها سنين معايا. هنا بقى انا بدات افرمها. طب تفرميها كده ساده، هفرمها اول مره كده ساده خالص اني مش عايزه احط لها اي حاجه. انا هفرمها كويس جدا جدا علشان بعد ما افرمها، بصوا هنا انا فصلت علشان خدتها تاني قطعتها وفرمتها. انا بقى هنا دي خطوه مهمه جدا، انا مش عايزاها ناعمه وفي نفس الوقت مش عايزاها قطع كبيره، انا يا دوبك بقطعها قطع صغيره. على فكره ممكن اقطعها بالسكينه قطع صغيره خالص لو حابه، لكن ما ينفعش اقطعها زي اللحمه المفرومه مثلا، لا انا عايزاها اتخن من اللحمه المفرومه، مش عايزاها زي اللحمه المفرومه، عشان لو عملتها زي اللحمه المفرومه هتنزل السوائل ومش هتمسك في بعضها اصلا. زي ما انتوا شفتوا كده بقى انا حطيتها في البوله بتاعتي عشان اقلب براحتي كده، وحطيت التوابل 11 بهار او السبع بهارات يعني اللي موجوده عندنا، وحطيت كل التوابل اللي انا بحبها، اي توابل انتوا حابينها حطوه. وحطيت كمان الملح بتاعي، احنا متعودين ان احنا بنعمل اللحوم او الفراخ ما بنحطش الملح الا لما تستوي، لا هنا طبعا هي زيها زي الكفته فلازم املحها الملح بتاعها المظبوط. زي ما انتوا شفتوا كده حطيت التوابل اللي انا حباها كلها، بس ما بحاولش ان انا ازود الكميه بتاعه التوابل. زي ما انتوا شفتوا حطيت توابل بسيطه علشان ما تضيعليش الطعم بتاع الفراخ بتاعي. هنا الجبنه الموزاريلا الجميله انا بعملها على طول في البيت، ومعايا لانشون نقدر نستبدل اللانشون ده برومي مدخن، بجيبه كده كيس صغير من عند بتاع المنتجات اللحوم، بيبقى رخيص مش غالي. بس انا كان عندي لانشون فقلت ان انا احط جبنه موتزاريلا، لو عندي جبنه رومي عندي بقى جبنه شيدر ميكس مع بعضه كده بتبقى طعمها حلو جدا، بجد بتدي طعم حلو جدا جدا. انا هنا جبت كيس عصته زيت، اهم حاجه دهن زيت خفيفه كده، وطبعا مسكت حته في ايدي، وانا بقى ايدي ميزان يعني ممكن توزنوها كمان لو حابين، بس انا حبيت ان انا احط. وجبت بقى الكيس وبدات ان انا الف لور كده، يعني الفه كده زي ما بلف مثلا المحشي، زي ما بلف اي حاجه. هنا انا بوريكم ان انا بلفه ازاي، بقفل الجنب من الناحيه دي وبقفل الجنب من الناحيه دي وبقفل عليه بس كده، وبقوم برماه برمه حلوه قوي. وزي ما انتوا شفتوا بعدل بايدي، يعني مفيش اي مشكله. طب لو باظت مني خالص مفيش مشكله، اشيل قطعه اللانشون وارجع تاني يعني امسكها بايدي كده اصبحها وارجع تاني اعملها. تقولي لي ما هو في جبنه، مفيش مشكله في الجبنه، ده بالعكس هتديها طعم احلى كمان. زي ما انتوا شفتوا مفيش اسرع منها. طب لو لقيت حته لانشون باينه كده، باخد قطعه من قطع الفراخ وبقوم حطاها على الحته اللي باينه، خلص الموضوع، لان هي سهله جدا وفي ايدينا ان احنا نصلحها.
يعني انا وانا بعمل بلاقي حته فيها جبنه باينه، حته فيها لانشون، بقوم واخده حته من قطع الفراخ وبقوم حطاها على الحته اللي باينه، الموضوع بيكون خلص معايا. بس انا الكيس كان عندي بالنسبه لي كان صعب، فانا دلوقتي هشيل الكيس وهجيب استرتش لاب او استرتش غذائي وهبدا ان انا الف بيه، احسن كان اسهل لي بكتير. بصوا انا بوريكم كل خطوه، شفتوا ما شاء الله. اهم حاجه تكون جامده معايا، مش اكتر من كده. اهم حاجه ان انا امسك الصابع كوردن بلو يكون جامد معايا كده وما يكونش فاكك معايا، دي اهم حاجه. زي ما انتوا شفتوا كده انا باخد حته، طبعا ممكن اكبر اكتر من كده وممكن اقلل اكتر من كده زي ما تحبوا، واقوم حاطه الجبنه وبحط اللانشون، نقدر نحط اي حشو تاني على فكره زي ما انتوا حابين. وابدا بقى اقفل من الجناب دي ومن الجنب ده وابدا ابرمها برمه حلوه قوي. بس زي ما قلت لكم ما انصحكوش تعملوا بكيس زي ده، ممكن تعملوا بكيس تلاجة بس تفتحوه، بس انا عشان ما كانش عندي وقت كنت مستعجله جدا فما فتحتوش. وزي ما انتوا شفتوا كده انا هخلص كميه رهيبه بجد، حلو جدا جدا، طعمها حلو جدا وبتتعمل في ثواني ما بتاخدش وقت، وتكون جاهزه عندي وبعملها بتبقى حلوه وتنفعنا كمان طالعين مصيف، طالعين رحله. في رمضان كانت بتنفعني جدا جدا في رمضان، وصورتها لكم قبل كده في رمضان، بس للاسف الفيديو اتمسح مني غصب عني وانا بعمله مونتاج. وبصوا ما شاء الله بصدر فرخه ما شاء الله عمل لنا كميه قد ايه، ولسه هنعمل حاجات جميله جدا ونعمل اكلات حلوه جدا واقتصاديه جدا. وعملت لكم حبيبتي ام خالد العراقيه اللي بعتالي ان انا عايزه اعمل لها الكبيبه، عملتها لها، وان شاء الله الفيديو هينزل ان شاء الله بعد دوت على طول ان شاء الله. انا عملتها لك والله يا ام خالد العراقيه، وتسلمي لي على كلامك الحلو. اي حاجه يا جماعه عايزين تكتبوها لي ممكن تكتبوها له في التعليقات هنا انا بقراها، او تكتبوها لي على الفيسبوك، يعني زي ما انتوا تحبوا. واللي بيكتب لي حاجه والله وبيبقى عايزني اعمل له حاجه بعملها. بصوا هنا انا لفتها في الاسترتش لاب زي ما انتوا شايفين كده، برمتها كويس جدا جدا، وبعد كده عينتها في الفريزر، لازم تتعان في الفريزر. طيب ممكن اعينها في التلاجة ممكن قوي، بس لو مش هتعملها في نفس اليوم بس يفضل اعينها في الفريزر احسن. يعني انا عامه ما بيكون عندي حاجات كفته او عندي حاجه وعايزاها تجمد بفضل ان انا احطها في الفريزر احسن. زي ما انتوا شفتوا كده بتتبرم برمه حلوه قوي، وزي ما قلت لكم لو باظت منكم عدلوها بايدكم ما فيش اي مشكله. كل حاجه مننا ممكن تفتح مننا ممكن تبوظ مننا، اهم حاجه ما تفتحش وهي بتتحمر. يعني تتفتح معاكي وهي عجينه مفيش اي مشكله، لكن تتفتح معاكي وهي بتتحمر هي دي المشكله، هتبوظيها، تبوظ الشكل، الحشو بتاعها هيقع فهتبوظ معانا. بصوا انا ببرمها برمه تمام، يعني بصوا بطلع كل قوتي فيها. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي، حاجه كده طعمها حلو جدا. يلا بقى كده نعينها في الفريزر على طول. طبعا هتعنيها قد ايه يا سما؟ انا عينتها من 2 ل3 اهم حاجه، او من بالليل للصبح زي ما تحبوا. هنا بقى انا جهزت بضايه وحطيت ملح وفلفل اسمر مش اكتر من كده، وجهزت كمان دقيق معايا مبهر، وهجهز كمان عندي فيجيتار، عندي بقسماط، دي حاجه بتاعتكم انتوا زي ما قلت لكم قبل كده. الغلاف الخارجي ده بتاعكم انتوا، اللي انتوا بتحبوه اللي انتوا عايزينه هو ده بتاعكم انتوا. هنا بقى انا بشيلها من الاسترتش لاب، بحطها في البيض واشيل من البيض احط في الدقيق وارجع تاني احط في البيض، واحط على طول في الفيجيتار او البقسماط او اي كفر انا بحط فيه، اي كفر خارجي المهم ان انا احطه فيها. بصوا ما شاء الله جمدت معايا، فسهل ان انا امسكها واتحكم فيها ما شاء الله عليها بجد. الاطفال في اطفال بتشيل، وانا اطفالي منهم الطبقه الخارجيه بتاعه اي حاجه، الكفر الخارجي ده لما بكون عامله لهم جايبه لهم اي حاجه من بره، لكن انا اللي عاملاه في البيت فمحيقه كل حاجه او مملحه كل حاجه، مديها كل حاجه حقها، فبيتاكل قبل كمان اللي جوه. بجد طريقه حلوه جدا وهتعجبكم جدا. وزي ما انتم شايفين دي بنتي اللي بتعملها يا جماعه، علشان اكيد انتوا خلاص حفظتوا ايدي من ايد بنوتي، دي ايد بنوتي اللي بتعملها والله، وهي يعني بتشمر قوي عشان تعرف انها تعمل الحاجه، وساعات بتنسى طبعا. فزي ما انتوا شايفين انا بخلص كله، وممكن تقلوها على طول، وممكن الاحسن يعني تسيبوها 10 دقايق بس مش اكتر في الفريزر، يعني تسيب 10 دقايق بس في الفريزر لو انتوا خايفين او انتوا مش واثقين او اول مره تعملوها وخايفين تفكوا منكم تعملوها. طب لو حابه اعينها بقى للاكل مفيش مشكله، زي ما هي كده هعينها، هحفظها في الفريزر وقت ما عاوزها اطلعها، بس احط ما بين كل واحده كيس او استرتش لاب علشان تفصل لي بين كل واحده والتانيه، ما تلزقش معايا وتبقى مش حلوه خالص معايا، واجي اشيلها فتتكسر معايا وتبقى مش حلوه.
فاعملها كده، اعينها كل واحده بواحده. بصوا اظن الواحده مش بعين، الواحد لو خد كل واحد قطعه او قطعتين بالكتير هتبقى جميله جدا، ماسكه نفسها ازاي. زي ما قلت لكم لو اول مره تعملوها، انا بالنسبه لي خلصتها وقلتها على طول. لو انتوا اول مره تعملوها خايفين تفك معاكم، زي ما قلت لكم عنوها في الفريزر افضل. لو وصلتوا لحد هنا يا احلى اخوات في الدنيا، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني وبتساعدني يا احلى اخوات في الدنيا، واللايك والشير عشان نوصل لكل حبايبنا واصحابنا، والقناه تكبر بيكم وليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي من اكلات وصفات سما ام البنات الاقتصاديه جدا جدا.